بتعاني من إنك بتقدم في وظائف كتير بس ال HR مش بيكلمك. حابب تكتب السي في بتاعتك بنفسك بشكل احترافي، يبقى تعمل كوباية من أبو رغوة وتعال اسمعنا في برنامج استشارة في الإدارة. في حلقتنا النهاردة هنقول لكم على كام ملحوظة لازم ناخد بالنا منها وإحنا بنكتب السي في. لازم يبقى سهل وبسيط، مش مليان صور وألوان، حاجة كده تريح عين اللي بيقرأ. كمان خط الكتابة لازم يبقى موحد ومتناسق. أهم ملحوظة إن السي في ما يكونش سايح على بعضه، يعني نبدأ بالبيانات الرئيسية زي الاسم، العنوان، الحالة الاجتماعية. بعدها السامري اللي هو نبذة عن خبراتك ومهاراتك في 3 سطور بالكثير. بعد كده نبتدي نكتب الشهادات والمؤهلات، الخبرات، الدورات التدريبية، المهارات، ودي جزئين soft skills و hard skills. وأهم حاجة البيانات تتكتب من الأحدث إلى الأقدم. متفخمهاش قوي في حق نفسك وتكتب حاجات ما عملتهاش أو مش موجودة في الوجود، عشان غالبا هيسألوك عنها في الانترفيو وهيبقى شكلك مش لطيف. بلاش تحشي السي في بأي كلام في الحمادة زي الطول والوزن، ده إعلان عن وظيفة مش عروسة. الصورة لازم تكون وانت لابس فورمال، بلاش صور الجيم والمصايف، الله يكرمك. لو مثلا حضرتك شغال سبلاي تشين مانجر، اكتبها كاملة في السي في، مش تكتب أعمل بوظيفة SCM. ممكن يبقى مسموح للخريجين الجدد، ويا ريت ما نكتبش الاهتمامات اللي بعيدة عن مجال الوظيفة زي هوايتي ركوب الدراجات والذهاب إلى السينما، لأن الكلام ده في غرف الشات في التسعينات. المفروض إنه يبقى من 2 ل4 صفحات، أكتر من كده هيبقى قصة قصيرة حزينة. اتأكد إن رقم التليفون اللي انت كاتبه صحيح ويبقى شغال على طول، والإيميل لازم يكون فورمال برضه، بلاش حبيبة محمود @yahoo.com. بعد ما تخلص السي في احفظه باسمك وباسم الوظيفة اللي انت هتقدم عليها، عشان يسهل للي بيعمل سيرش انه يلاقيه. لازم كل شوية تعمل ابديت، اخدت كورسات لازم اضيفها، رحت شركة جديدة اكتبها. لازم السي في يبقى جاهز في اي وقت. ما ينفعش تكون كاتب في السي في انك سيلز والوظيفة المطلوبة محاسب وتبعت، او يكون مطلوب وظيفة مدخل بيانات وانت تكتب في مهارات الكمبيوتر ضعيف. عشان تعبك ما يروحش على الفاضي لازم تتأكد من إنك بعتها للشركة أو الشخص المقصود. منتظرينكم في الحلقة الجاية عشان نعرفكم إزاي نستعد للمقابلة الشخصية.